لأقل من 20 سنة عقب ظفرهم بكأس العالم 2025 التي نظمت في الشيلي. تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع، ومدرب المنتخب الوطني السيد محمد وهبي، وأعضاء المنتخب الوطني. ويعكس هذا الاستقبال العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب ودعم تفتحهم عبر الرياضة، والاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته لهذا القطاع عموما وكرة القدم على وجه الخصوص، كما يأتي عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الذي تمكن من الظفر باللقب العالمي الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم المغربية والعربية. وينسجم هذا التتويج تمام الانسجام مع الرؤية المتبصرة والاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل التكوين الرياضي الوطني يرتقي إلى أعلى المعايير الدولية المعتمدة في المجال، لا سيما من خلال أكاديمية محمد السادس لكرة القدم المشتل الحقيقي للمواهب الشابة المغربية، كما يشكل مصدر فخر واعتزاز كبيرين بالنسبة للأمة جمعاء، ويبرز ويعلي من قيم الاجتهاد والمثابرة والعمل الجاد التي تمهد الطريق أمام بلوغ مدارج النجاح والتميز. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد بعث برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني عقب فوز أشبال الأطلس على المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم للشباب لأقل من 20 سنة. أكد فيها جلالته أن الفريق المغربي شرف بلاده وشبابه أيما تشريف، ومثله وقارتنا الإفريقية خير تمثيل. لحظة من لحظات الفرح والفخر والاعتزاز بالأداء المبهر الذي قدمه أشبال الأطلس الذين زأروا في الشيلي وحققوا فوزا تاريخيا غير مسبوق، مسار تميز ببراعة وتألق طوال أطوار البطولة. وقد بصم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة على مسيرة استثنائية اتسمت بالثبات والجرأة والمهارة، حيث تجاوز أعتى المنتخبات العالمية حتى بلغ النهائي ثم ظفر بالكأس عن جدارة واستحقاق. تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس العالم لأقل من 20 سنة يعد ثمرة للرؤية الملكية المتبصرة ولاستراتيجية تكوين طموحة. فتطور كرة القدم المغربية يرتبط ارتباطا وثيقا بالعمل في مجال التكوين، لا سيما من خلال أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي أحدثت سنة 2009 بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي مؤسسة تعنى بصقل المواهب منذ الصغر. وبمناسبة هذا الحفل أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع أعضاء الفريق الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة. بعد ذلك أقيم حفل شاي على شرف أعضاء المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الذين حققوا إنجازا تاريخيا غير مسبوق بتشيلي بانتزاع كأس العالم، لتدخل مع هذا التتويج الرياضة المغربية التاريخ من بابه الواسع.